تخيل لو كنت واقف في ليلة صافية، بصيت للسما ملايين النجوم منورة والقمر طالع والظلام حوالين كل حاجة. ايه اللي بيخلي المنظر ده واضح بالشكل ده؟ إن الفضاء حوالينا فاضي. لكن السؤال فاضي من ايه بالظبط؟ ليه مفيش هواء فوق في الفضاء؟ وليه الأرض بس اللي ربنا خلقها بغلاف جوي؟ الهواء بالنسبة لينا حاجة أساسية. إحنا ممكن نعيش من غير أكل أيام، ومن غير مية يومين أو 3، لكن من غير هوا ولا دقيقة. ومع ذلك الكون كله مفيهوش هوا إلا كوكب الأرض. يبقى ليه؟ وهل ده معناه إن الأرض حالة استثنائية، ولا في تفسير علمي للموضوع؟ قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. الهواء مش حاجة واحدة، ده خليط معقد من الغازات. لو جبت لتر واحد من الهواء اللي انت بتتنفسه، هتلاقي جواه نيتروجين بنسبة 78%، وأكسجين حوالي 21%، والباقي خليط من بعض الغازات زي ثاني أكسيد الكربون والنيون والهيليوم وأبخرة المياه. الميكس ده مش ثابت في كل مكان، على سطح البحر غير فوق الجبال، غير في الصحاري. لكن المدهش إن نسبته تقريبا واحدة في أي مكان على الأرض. هنا يجي السؤال، ليه الخليط ده موجود حوالينا وليه مش موجود حوالين أي كوكب تاني بنفس الشكل؟ السر الأساسي في إن عندنا غلاف جوي هو الجاذبية. الأرض ليها كتلة ضخمة، والجاذبية بتشد كل حاجة ناحيتها، حتى الغازات الخفيفة. تخيل لو الأرض قد كورة صغيرة، ساعتها الغازات كانت هتهرب وتطير في الفضاء. تعال نشوف أمثلة. القمر جاذبيته سدس الأرض تقريبا، وعلشان كده مفيهوش غلاف جوي. لو رحت هناك مفيش هوا تتنفسه، ومفيش غيوم في السماء. المريخ عنده غلاف ضعيف جدا، الضغط هناك حوالي 1% من الضغط اللي عندنا، وده مش بيكفي للحياة. الزهرة عنده غلاف جوي تقيل جدا من ثاني أكسيد الكربون، الضغط عليه 90 مرة أقوى من الأرض، يعني تمشي هناك تتحطم. مش أي كوكب يعرف يمسك غلاف جوي، لازم يبقى عنده جاذبية مناسبة، ويبقى بمسافة معينة عن الشمس، ويبقى عنده مجال مغناطيسي يحميه. نيجي للفضاء. ناس كتير تتخيله فراغ مطلق، لكن الحقيقة إنه مش فاضي خالص. في غازات مبعثرة، لكن الكثافة قليلة جدا، ذرة أو ذرتين في كل سنتيمتر مكعب. في بلازما، ودي غازات مشحونة كهربيا جاية من الشمس والنجوم. في إشعاعات كونية بتمطر الفضاء طول الوقت. يعني الفضاء مش خالي، ولكنه خالي من الهواء اللي احنا نعرفه ونحتاجه. الفرق ضخم، لأن الهواء محتاج يتجمع حوالين كوكب بفعل الجاذبية، لكن في الفراغ مفيش حاجة تجمعه. الهواء بطبيعته بيتحرك من مكان لمكان، لكن لازم يبقى في حدود. لو مفيش حدود ولا جاذبية تمسكه، هيتسرب ويفضل يتمدد، وده اللي بيحصل بالظبط. أي غاز بيهرب من الغلاف الجوي بيتشتت في الفضاء، مفيش جدران تمسكه. ومع وجود الرياح الشمسية، الغازات دي بتضطرب بعيد جدا. اللي بيحمي الأرض من الرياح الشمسية هو المجال المغناطيسي بتاعها، الدرع اللي بيصد أغلب الجسيمات. بدونه الغلاف الجوي كان هيتاكل، زي ما حصل مع المريخ. طيب إزاي عرفنا إن الفضاء ما فيهوش هواء؟ عن طريق الصوت. الصوت محتاج وسط ينتقل من خلاله، عن طريق هواء أو مية. في الفضاء مفيش وسط، علشان كده صامت. يعني لو حصل انفجار في الفضاء هيبقى صامت، زي انفجار بعض الكواكب والنجوم. لو كان فيه هواء حوالينا في الفضاء، الضوء كان هيتشتت ومش هنشوف السماء صافية كده. الرحلات الفضائية، رواد الفضاء في أبولو مثلا، أول ما خرجوا برا الغلاف الجوي حسوا إن الدنيا صمت ومدبك. كل نفس بياخدوه بيعتمد على الأكسجين الصناعي في البدلة. الأجهزة العلمية، التلسكوبات والأقمار الصناعية بتقيس الجزيئات في الفضاء، ولقوا إن كثافتها ضئيلة جدا مقارنة بالهواء على الأرض. تعالوا نتخيل لو كان الكون حوالينا مليان هواء النهار والليل، ما كناش هنشوف نجوم بالليل. السماء هتكون مضببة زي ما تكون غيوم ملهاش نهاية. الأقمار الصناعية مش هتقدر تلف حوالين الأرض، هتقاومها جزيئات الهواء وتقع. يعني مفيش إنترنت، مفيش GPS. الكواكب كلها هتبقى محاطة بنفس البحر الغازي، مش هنميز مين عنده غلاف ومين لأ. والحياة
الضغط هيبقى مرعب. إحنا على الأرض مستحملين ضغط الغلاف بتاعنا، لكن لو كان في هوا مالي الفضاء كله الضغط كان هيبقى قاتل. يعني الحياة بشكلها الحالي كانت هتبقى مستحيلة. زمان قبل ما يتأكدوا إن الفضاء فاضي، الفلاسفة كانوا بيسألوا هل ممكن يكون في حاجة اسمها فراغ، ولا الكون كله لازم يبقى مليان مادة؟ والعلماء كانوا مختلفين لحد ما التجارب الحديثة أكدت إن في فراغ، وإن الهواء مرتبط بس بالكواكب. اللي غريب أكتر، الأكسجين اللي بنعتمد عليه مش موجود من أول يوم. الأرض زمان كان غلافها مليان ثاني أكسيد الكربون وغازات بركانية، لحد ما ظهرت كائنات دقيقة عملت بناء ضوئي وطلعت أكسجين. فضل الأكسجين يزيد ملايين السنين لحد ما عمل ثورة الأكسجين اللي غيرت الحياة كلها. يعني ببساطة الكائنات البسيطة والدقيقة هي اللي صنعت الجو اللي مخلي الحياة ممكنة، وده طبعا بقدرة ربنا في الأول والآخر. الفضاء حوالينا مش فاضي، لكنه ما فيهوش هوا، وده مش نقص، بالعكس، ده اللي خلى الكون يبقى بالشكل المهيب اللي بنشوفه. والأرض هي الاستثناء العظيم، عندها غلاف، عندها أكسجين، عندها حياة. كل شهيق انت بتاخده هو هدية نادرة وسط فراغ صامت بيملى الكون. وفي الآخر لما نبص للسما ونفتكر إن الفضاء مجرد فراغ، لازم نفتكر إنه مش مجرد حتة فاضية، ده عالم كامل مليان أسرار. مكان ما فيهوش هوا نتنفسه، ما فيهوش صوت نسمعه، لكن مليان ألغاز وتفاصيل بتخلينا نحس قد إيه إحنا صغيرين، وقد إيه الكون كبير ومرعب وجميل في نفس الوقت. والسؤال اللي بيفضل دايما في دماغنا، لو الفضاء ساكت كده، يا ترى بيخبي لينا إيه ورا السكوت ده؟ لو حابب تفضل معايا في الرحلة دي وتعرف أكتر عن الحاجات الغامضة اللي في الكون حوالينا، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. واستنى الحلقة الجاية، لأنها هتكون أعمق وأغرب بكتير مما تتخيلوا.